عايزين نبدأ نتعامل مع الفشل كأنه حاجة عادية، علشان فعلا من أكتر الحاجات الشخص اللي بيتعلم منها مش النجاح بتاعه أو الإنجازات اللي هو عملها، هي الفشل بتاعه. عشان فعلا وأنت طريق النجاح أو أنت قاعد بتنجز قاعد بتتعلم حاجة جديدة، أنت حرفيا لازم تفشل في الطريق. أنت لو ما فشلتش مفيش حد مش بيفشل، فطبيعي لازم نفشل. واتعلمت بالفشل بتاعك، حرفيا بتتعلم أهم من الإنجاز، عشان الإنجاز ما هو إلا شيء موجود في الآخر. عارف الميمز اللي هو بيجيب لك شخص قاعد بينحت، أنت قاعد بتفشل، بتشيل الهدف هو الالماس. انت قاعد بتحفر تحت الارض، انت مش عارف فيه الماس ولا لا، فانت بتحفر، ده السعي بتاعك او ده الفشل. انت بتحفر انت مش عارف فيه هدف او لا، فانت ممكن تلاقي عقبات قدامك، ممكن مثلا تلاقي فيه حيطه سد مثلا لازم تكسرها جامد، هو يعتبر ده الفشل اهم حاجه. بس اتعلمت وانت قاعد بتفشل، اتعلمت حاجات كتير جدا. اتعلمت انك مثلا لو في حيطه سد قدامك ازاي تكسرها بطريقه اسرع، فهو ده الفشل بيعلمك ازاي تتعامل لو انت دخلت في اي موقف تاني. اي اختراع موجود في الزمن بتاعنا دلوقتي او في قبل كده عامه، اي اختراعات جديده لازم بيفشل. يعني مثلا مثال توماس اديسون، الموتور بتاعه انه فشل 99 مره ونجح في المره ال100. فانت ما تخافش من الفشل، افشل على قد ما تقدر علشان تنجح، بس خليك ذكي وانت قاعد بتفشل. فعلا انا فشلت في حاجه زي كده، بس خليك واقعي، انا لازم اتعلم منها.